مرحبتين ومرحبا. ومعانا ومعاكم الشيف ام حمو. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كان جايين شوية سمك. هما مش كتير، هما بعددنا يعني. وطبعا عملت معاهم شوية رز صيادية، وعملت شوية سلطة كده ايه حلوين. وتعالوا بقى اقول لكم انا نضفت السمك ازاي وظبطت الدنيا ازاي. طبعا معانا السمك اهو، البنات اللي ما بيعرفوش ينضفوا سمك في البيت يعني. بصي زي ما انت شايفة كده، بتقطعي الحاجات اللي حوالين السمكة كلها، وبتاخدي كده نص الخياشيم كده، وبتفتحي بطن السمكة وبتفتحي المقص على الاخر كده زي ما انت شايفاه، ايه بتاخدي القشر اللي على ظهر السمكة. بصوا يا بنات، ما تقرفوش. اولا لو عايزين تلبسوا جوانتي البسوا جوانتي. طبعا انا ابني بيتفحص ولقيت فيها بطروخ. زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وهوريكم كمان في التانية. عايزه اقول لكم ان السمك من احب الاكلات لقلبي انا وولادي. وطبعا بنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا، يعني مش مكلفه زي المحلات، فاهمين؟ طبعا السمك ده ساعات، مش في كل الاوقات، بنصطادوه من القنايه في الارض، وبيبقى صغير عن كده شويه. ده احنا شاريينه، ومش انا اللي شاريه عشان تبقوا عارفين، يعني هو جاي لنا كده من بره. تنظيف السمكه بالشكل ده زي تنظيف المطاعم بالظبط. طبعا الحته دي انا سرحتها بالذات عشان خاطر ايه، انه ننجز وقت الفيديو يعني. قلبها نضيف زي الفل، مفيهاش اي حاجه. هنغسلها بقى مع بعض ونيجي. تمام. طبعا انا ايديا اتنيلت، فعشان بس ايه كده. بصوا بقى يا بنات، هنمسك السمكه بعد ما اتنضفت اهي. بصي زي الفل من جوه اهي. بتمسكي تقلبي ضفرك كده وتنضفي الشوكه اللي جوه السمكه دي. بصي كده. تمام. بتخليها زي الفل زي ما انت شايفه كده. مش محتاجة بقى شوكة ولا الكلام ده كله. والخياشيم دي برضو بتغسليها بصباعك كده. تمام. بتمسكي بقى السمكة تفتحي فيها فتحتين ايه زي ما انت شايفة كده. ليه بقى؟ عشان التمليحة تتغلغل جواها كلها، ما تسيبش ولا حتة فيها. انا وولادي بنعشق حاجة اسمها سمك، الا حاجة واحدة بس في نوع من انواع السمك، اللي هي القراميط طبعا. وده معروف ليه. إيه... اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. جرت مني. طبعا انا ببقى نفسي اتكلم في الفيديو، بس بيبقى حوالين مني وش. بتبقى تكاتك معديه مشغله موسيقى واغاني وكده، فما بعرفش والله ان انا يعني نفسي اعمل فيديو بدون مونتاج يعني. طبعا الليمون عشان يكسر الزفاره. آه، ده بنعصره ونسيبه بقى ايه في التلاجة لحد ما تقربي ان انت قبل ما تبتدي ان انت تقلي السمك بساعه. تمام. هتيجي ايه عامله التمليحه بتاعته بقى، اللي هو التتبيله بتاعت السمك المقلي. طبعا انا كان عود خضره، كان قرن فلفل، كان طماطمية صغيره، كان فصين توم، كان كمون، كان بهارات سمك. ما شاء الله يعني ايه، حبشت التحبيشه كويس. هم السمك اهوت زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بقى هدخله التلاجة زي ما قلت لكم، عشان خاطر لما قرب اعمله. يعني انا كنت بنضفه كده حوالي الساعة 10 الصبح، كان جاي طازة لسه. فقلت بقى ايه هنضفه واسيبه في التلاجة لحد ما ميعاد الاكل. وطبعا احنا كفلاحين الوجبة الرئيسية عندنا العشاء. ممكن ساعات بنعمل الغدا او نعدي العشاء اي حاجة، بس يحسوا ان هم ما اكلوش اصلا. هنا بقى هنبتدي نعمل الاكل مع بعض. وعايزه اقول لكم هنا بقى كنت خلصت اليوم وتبلت السمك، خلصت شغلي كله بره. وجبنا بقى الطاسه الجميله دي معانا. على فكره الطاسه دي تيفال. تمام. الاسمر ده مش زيوت زي اغلب الناس يعني. والدليل على كده ان اللي باين فيها بيلمع. معانا بقى زيت التموين
والحمد لله ان هو موجود. طبعا ما تكتريش زيت، يعني ايه، ولا يبقى زيت قليل ولا يبقى زيت كتير، بحيث ان زيت السمك كده كده بيترمي. طبعا السمك بقى كنت انا تبلته زي ما انتم شايفين كده، بصوا. ده كان قبل بقى ايه ما اخلص شغلي بره، تبلته طلعت، خلصت وحلبت وكده وطلعت بقى ودخلت ايه عشان اعمل السمك. ده دقيق. يعني الاكل مش محتاج افتكاسات بقى وحاجات كده. يعني انت شفتوا الطبق في اول الفيديو، ما شاء الله، يعني وجبة متكاملة حلوة، طعمها جميل وريحتها حلوة. اهو الدقيق اهو. مش بكتر برضه عشان ما مرميش كتير، واللي بيتبقى مني بحطه في اكل الطيور. لو كنت وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم، واشتركوا في القناة عشان يصلكوا كل ما هو جديد. ده الصيني بتاع امي الله يرحمها، بتاع حسن ونعيم. آه، كان دايما يعني هي ايه محتفظة بالحاجات دي يعني. فقبل ما تموت بفترة وزعت الصيني بتاعها، وانا كنت يعني انا كان ليا نصيب الاسد فيه يعني. هنا بقى بغرق السمكة في الدقيق. نفسي اعمل اللي هي التتبيلة او اللي هي اللي اسمها التلحيسة دي، اللي هي بيعملوها بالدقيق دي. بس كل ما اجي اعملها يعني اخاف اقول لا خليني في اللي انا عارفاه، بس هعملها برضه عادي يعني مفيش مشكلة. اما باجي اقلي سمك او لحمة انا بخاف جدا جدا، ببقى اطرق في العيال بره المطبخ باي شكل من الاشكال، وبيبقوا لازقه يعني اي اكل عادي لا، ما بيبقوش واقفين جنبي، اي حاجه مش هتطرطش عليهم زيت ما بيبقوش واقفين جنبي. لكن لما ببقى اعمل سمك او فراخ او اقلي اي حاجه، بص الاقيهم لازقين لي. يا ابني ابعد، مفيش فايده يا بابا ابعد. هنعمل بقى سلطه. آه طبعا ال 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 الناس يعني ابني بيقول لي انت بتخرطي الخيار كده ليه وانت بتخرطي البط؟ بس انا بحب الخيار ناعم كده. ساعات بعملها اللي هي المكعبات الصغيره ديت، بس ايه آه عادي، هي اهم حاجه السلطه يبقى طعمها حلو وريحتها حلوه خالص. طبعا بقى في الشتاء بيبقى فيه خس وبيبقى فيه جزر وبيبقى فيه خضار كتير كتير، بتبقى السلطه مشكله. واحيانا برضو بنبقى زارعين اغلب الخضار، يعني مثلا فلفل اخضر، بتنجان، ملوخيه، خضره، جرجير. ساعات بنزرع الخضار في الغيط ونروح عشان مثلا نجيب ما بنلاقيش، انه حتى جيراننا بيروحوا ينزلوا ياخدوا، بس عادي يعني مفيش مشكلة. آه، بيروحوا ياخدوا من الخضار لدرجة ان احنا ممكن ما نلاقيش. طبعا كيلو الطماطم ما شاء الله وصل عندنا 15 جنيه. الطماطم والحاجات يعني غليت، كل حاجة زادت 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه. وحان وقت العشاء. خلاص خلصنا قلينا السمك، عملنا احلى رز صيادية، عملنا احلى طبق سلطة، وهنجهز بقى العشاء. وناس بقى واقفة ايه، طابور، واقفين طوابير، في واحد بيتخانق يقول ده طبقي والتاني يقول ده طبقي. يا جماعة ده طبق التصوير، لا ده طبقي. طيب ماشي تمام. طبعا الطبق بيبقى ما شاء الله.
لازم تفتحي نفسهم، او يعني لازم شكل الاكل يبقى حلو، لازم ياكل بعينيه الاول وبعدين ايه ياكل بقى، لان هو ايه العين بتاكل قبل البطن. فهما بيتخانقوا مين ياخد الطبق ده. يا جماعه ايه ده، هنعمل تاني. بسم الله ما شاء الله. والله انا انفع شيف محترف. يعني اعمل ايه بقى، يعني افتح مطعم الاسماك، ولا اعمل واحة للفطاير والرقاق والحاجات دي؟ زي ما قلت لكم بفكر يعني افتح مطعم اسماك او واحة اللي عمل بقى باي باي.